السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة فانيلا وحبهان. معاكم امنية. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة العسل. كيك حلو قوي وطعمه لذيذ قوي، ينفع تطلعي اوردرات او لو في عيد ميلاد او للبيت عادي. هي كيكة سريعة اصلا، ما بتاخدش في عملها كلها ساعة. أم... قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تفعلي زر الاشتراك وزر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت من حبايبي اللي موجودين في القناة، يا ريت تدعموني وتعملوا لايك وتقولوا رايكم في الكومنتات، تعملوا لي شير على الجروبات بتاعتكم وكده. قبل ما نبدا الفيديو في تنويه صغير كده، انا عامله المقدار هنا مقدار ونص لان كنت عايزه اعمل صينيه 24 كبيره. تمام. المقدار اللي هقوله لكم ده هيعمل 8 شرايح مقاس 22. معانا 380 جرام دقيق، 80 جرام عسل ابيض، 100 جرام زبده، معلقه كبيره عسل اسود، 150 جرام سكر، بيضتين وفانيليا ومعلقه صغيره بيكنج صودا ومعلقه صغيره بيكنج باودر. البيكنج صودا لا يمكن الاستغناء عنها، اسمها كربوناتو برضو، موجوده عند العطار، لكن ما تستغنيش عنها في الوصفه دي بالذات. هجيب طاسه او اي حاجه، صينيه او حاجه على النار، واحط السكر والعسل الابيض والعسل الاسود ومكعبات الزبده. زي ما قلت لكم ان انا عامله المقدار ده مقدار ونص لان كنت عاوزه اعمل 8 طبقات مقاس 24. المقدار اللي انا قلته واللي انا هكتبه في صندوق الوصف يعمل صينيه 22 8 طبقات. لو انتي حابه ان انت تعمليها 24 او اكتر، ضعف المقدار. يعني لو 24 هتعملي مقدار ونص. افضل اقلبهم على النار لحد لما يسيحوا مع بعض خالص. طيب، لو انتي بقى حابه ان انت تستخدمي سكر بني هتستغني عن العسل الاسود، لان الوصفه دي اساسي فيها السكر البني، تمام، عشان اللون طبعا وكده. طيب احنا مفيش سكر بني وكمان السكر بني غالي، فاوكي نستخدم سكر ابيض ومعلقه عسل اسود. حتى في وصفات الكوكيز وكده تعملي نفس الطريقه برضو. تقلبيهم مع بعض بالسباتولا او بالمضرب. يفضل ان انت في الاول بالسباتولا بحيث ان الزبده ما تفضلش تدخل في الشبكات بتاع المضرب كده. طبعا النار متوسطه، مش عاليه ولا واطيه. النار ما تبقاش هاديه خالص ولا عاليه قوي، تبقى على الوسط كده. تفضلي تقلبي لحد ما يدوبوا مع بعض خالص وما يبقاش فيه اي كتل خالص من الزبده وتحسي ان السكر خلاص داب فيهم. زي ما انتم شايفين هي اصلا بدات تاخد معايا لون حلو كده من العسل الاسود. الخطوه الجايه دي بقى هتعرفوا ليه ما ينفعش نستغنى عن البيكنج صودا. البيكنج صودا اول ما هتنزليها هتدي فوران كده وهتمنع تكتل السكر معاكي او الزبده ان هي تفصل. فهي اساسي اساسي لازم تكون موجوده معاكي. اول ما حطيت البيكنج صودا هدي النار خالص وافضل اقلب بقى بسرعه لحد ما تاخد لون اللي هو الذهبي كده، يعني تحس ان هو زي لون العسل كده شويه. اول ما تاخد اللون ده تقفلي عليها على طول، ما تستنيش ان هي تغمق شويه، لان هي اصلا حتى لما تقفلي النور سوري، لما تقفلي النار هتفضل ان هي تفور معاكي كده ولونها هيتحول. خلاص كده انا قفلت عليها وهروح بقى للعجان. تقدري انت ما تستخدميش العجان، لكن الوصفه دي عايزه سرعه، يعني لو انت سريعه بالمضرب الكهرباء سريعه او بالمضرب العادي سريعه، اوكي استخدميهم. لان وهي سخنه كده هنزل بالبيض. تمام، البيضتين كده هقلبهم مع بعض كده واحط عليهم الفانيليا واقلبهم مع بعض وانزل عليهم، ويكون المضرب شغال في ايدك وانت بتنزلي في الايد التانية بسرعة، لان لو مش بسرعة البيض ممكن يستوي معاكي مع درجة الحرارة بتاع السكر. يعني اتمنى اكون يعني قدرت اوصل لكم المعلومة يعني يعني آه هنا معايا بقى الدقيق وعليه البيكنج باودر. هنزل بيه بقى في العجان وهسيبها تتعجن مع بعض. ده بقى على حسب نوع الدقيق، متوقف ان انت ممكن خلاص كده ما عدتش عاوزه دقيق تاني، ممكن تضيفي معلقتين 3 لحد ما تتكون معاكي عجينه، لان ده متوقف على حاجات كتير قوي، نوع الدقيق ودرجه السخونه وحاجات كتير قوي. شوف هنا لسه بتلزق معايا، هضيف معلقه كبيره حلوه كده دقيق، ولو عايزه تاني حط لها مفيش اي مشكله. المهم ان هي تتكون عجينه تتلم في ايدك كده.
كده خلاص العجينة بقت حلوة معايا زي ما انتوا شايفينها. هقسمها ل8 شرايح، سووها كده وقسموها ل8 شرايح. زي ما قلتلكوا بكرر تاني ان انا عاملة مقدار ونص عشان اعمل 8 شرايح مقاس 24. لو هتعملي مقدار واحد هيديكي 8 شرايح مقاس 22. شايفين حلوة وما بتلزقش، بتلزق بس حاجة ايه بسيطة خالص يعني، نتيجة ان هي اصلا فيها عسل، فاللي هو تحسيها بتلزق تلزيق العسل كده. هتكوريها على اي مفرش سيليكون، ولو مفيش مفرش سيليكون تقدري تستخدمي ورقة زبدة، لان انتي اصلا لازم تفردي على مفرش سيليكون او ورق زبدة. لو جيتي تفرديها على الرخام مش هتعرفي تطلعيها خالص، عشان احنا بنفردها رفيع خالص زي ما هتشوف. على المفرش السيليكون برضو هرشيت رشة دقيق صغيرة كده عشان ما تلزقش معايا في المفرش برضو، ومن فوق رشة دقيق عشان ما تلزقش في اللي هي بتاع اللي بتفرد العجين. افرديها رفيع خالص خالص خالص، مش عايزينها تكون تخينة، عايزاها تكون رفيعة عشان هي تبقى طبقات كتير. تجيبي بقى صينية مقاس 22 او اللي هو الكادر ده وتفتحيه على مقاس 22. اي حاجة عندك مقاس 22 اقطعي بيها. هكون بقى مجهزة الصاجة اللي هتدخل الفرن، وحط عليها ورق زبدة. لازم برضو تحطي عليها ورق زبدة علشان هي تبقى بسكوتة رقيقة خالص، وتنقلي عليها. ومش هنستنى بقى اي حاجة، تفتحي الفرن وبالشوكة كده وتخرميها، وبعدين تدخليها الفرن لحد ما الحواف بتاعتها تحمر. وطبعا القطع اللي هي بتبقى على الجوانب دي بعد ما بخلص بلمهم كلهم في صينية وبدخلهم يحمروا برضو. هنعمل بقى هنا القشطة اللي هي بتاع الكريمة بتاعتها. معايا هنا 2 معلقة كبيرة جبنة كريمي او مثلثات، 300 مل كريمة خفق، معلقة كبيرة توفي، وكم معلقة قشطة كده. ممكن تستغني عن التوفي وعن القشطة، تمام، تبقى كريمة وجبنة بس، لكن دول بيدولها طعم ألذ كمان. طبعا في بديل لكريمة الخفق هكتبه لكم في صندوق الوصف برضو لو حد حابب ان هو يعمله. انا مسرعه الفيديو قوي يعني، لان كان الفيديو 20 دقيقة فانا سرعته. هنجيب بقى الكادر اللي هنحط عليه، وهننزل بس بنقطة كريمة كده بسيطة ان هي تلزق اول طبقة. وبعدين نفرد حاجة بسيطة من الكريمة، ما تزوديش كريمة كأنك بتعملي تورتة كده، لا، حاجة بسيطة او طبقة رفيعة، لان هيبقى معاكي 8 طبقات بسكويت اصلا اللي احنا عملناه، و8 طبقات كريمة، فعشان ما تبقاش عالية قوي. طبعا الكريمة دي بعد ما تحط عليه بقى، وطبعا يعني قبل التقطيع لازم تبات ليلة في التلاجة. الكريمة دي بتخلي البسكويت كده هش كده وحلو، تحسين ان هو زي الكيكة بقى، عشان كده هم سموها كيكة العسل. هنحط كل الطبقات فوق بعض زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تضيفي في النص فوق الكريمة كده شوية اللي هو من البسكوت اللي احنا حطيناه، تفرميه وتحطي شوية، او تحطي مثلا عين جمل مفروم، اي حاجة ممكن تحطي حاجات كتير يعني. هنبدأ بقى نجلس الكيك من الجوانب كأنك بتعملي بقى تورته بالظبط. كده خلاص خلصت الكمية معايا. هفرم بقى البسكوت اللي قلتلكوا اللي هما كان الحواف اللي دخلتهم مع بعض، بس انا ما فرمتهمش جامد، حبيت ان يكون فيهم مجروش كده، وطبطبي عليها من الجوانب وكده ومن فوق. في اشكال كتير للتقديم بقى، ممكن تقدميها كده، ممكن تقدميها تعملي نحل كده صغير بعجينة السكر، او ممكن تعملي خلية كده بالشوكولاتة البيضة. انا عملتها الخلية بالشوكولاتة البيضة بس ما صورتهاش. تجيبي اللي هو الورق اللي بيطرقع ده اللي هو بيحتفظ
بالحاجات للازاز وكده، وتسيحي عليه شوكولاته وتسيبها تجمد شويه، وبعد كده تبقى تحطيها عليها من فوق. زي ما انتوا شايفين شكلها زي القمر، وطعمها جميل جدا 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 فوق الوصف. وزي ما انتوا شايفين هنا الخليه، لما قلت لكم انا عملت خليه وكده وحطيتها فوق وحطيت فوقها عسل، بتدي شكل حلو قوي برضو. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وهو فيديو سهل بسيط، ومعلش انا سرعته خالص عشان برضو ميبقاش الفيديو طويل وممل. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا رايكم في الكومنتات، وبألف هنا على قلبكم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.